السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في سبت جديد. احنا خلاص بقينا أهل بقى، فنقدر نتكلم مع بعض في توبكس حساسة زي ما انت قريت في عنوان الفيديو النهاردة. المفروض ان احنا بنتكلم عن مصادر دخلي في 2025، ولكن يعني ان احنا مصريين في مصر التوبكس دي حساسه نوعا ما. يعني احنا اتربينا على ثقافه ان انت ما ينفعش تشير مرتبك، ارقامك، حاجات زي كده. ولذلك يعني ولاني انا شخص مهتم بالثقافه وهكذا، فانا مش هشير ارقام ليترلي ارقام، يعني بمعنى اللي هو دخل لي كذا من كذا. ممكن نوصل لده ان شاء الله في مرحله متقدمه لما يبقى النت وورث بتاعي حاجه تقدر تعرفها من ويكيبيديا. ساعتها ممكن ابقى اقول لك بجيب الفلوس منين، بس او بجيب كام، سوري، مش بجيب منين. النهارده بقى انا جاي اقول لك فعلا بجيب منين. في البدايه خلينا متفقين على شيء. اصلا عشان تبدا تعرف انت بتجيب فلوسك منين، ففي قاعده اساسيه بتبدا تبني عليها كل ما هو مهم في البيرسونال فاينانس، الا وهو الماني تراكنج. اصلا ان انت تعرف بتكسب كام وبتصرف فين، ويكون عندك تراكنج اون ديلي بيزس وعلى كل الترانزاكشن ليفلز، ان انت عارف فلوسك ايه اللي بيحصل فيها بالظبط، عشان تقدر بعد كده تجيب الانسايتس بقى بتاعت ايه هو انا بكسب منين وبكسب قد ايه ونسبي عامله ازاي وهكذا. يعني معنى كلامي ايه كماني تراكنج؟ ان انت لازم يكون عندك طريقه بتسجل بيها فلوسك بشكل يومي، بتصرف الفلوس دي في ايه، حتى لو بتشتري حاجات بسيطه خالص، وحتى لو بيدخل لك فلوس بسيطه خالص، لازم كل ده يكون واضح بالنسبه لك. بعد ما خلاص خلصنا حته الماني تراكنج، خليني برضو اوضح حاجه. مصادر الدخل اللي انا هكلمك فيها النهارده هي لا تشمل الارباح العائده على الاستثمارات. انا مش بحسب الاستثمار بتاعي او اي فلوس بكسبها منه از ان هي انكم او ان هي من ضمن الدخل بتاعي. لا، انا عندي قاعده اساسيه ذهبيه بتقول ان اي فلوس انا بستثمرها في اي وعاء استثماري هي بالنسبه لي ماتت، هي بالنسبه لي انا بنساها خالص. يمكن لو اتزنقت لدرجه ان انا خلاص مفيش بلح، وطبعا يعني اللهم لك الحمد ده ما بيحصلش، مش هقول ما بيحصلش كتير، هو بفضل الله ما بيحصلش خالص. ساعتها ببدا اللي هو ايه بقى في دماغي، الجا للوعاء ده. ولكن في الوضع اللي انت فيه في العادي، اللي هو في فلوس داخله وفي فلوس خارجه، اي حاجه في الاستثمارات انا مش حاسبها خالص. فاي تقسيمه انا ممكن اقولها لك دلوقتي او بالتقريب، يعني التقسيمه اللي انا هقولها لك هي بره عنها كمان الارباح بفضل الله على ايه، على الاستثمار. انا ركزت في الفيديو ده ان ما يكونش الموضوع كله متجه ناحيه ايه، ان انا اقول لك انا دخل لي 50% من اكس و30% من واي و20% من زد. ركزت ان ده مش هيفيدك في اي شيء قد ما ان انا اقول لك واركز على ان انا اديك فاليو حقيقيه فعلا، والدرس من ورا كل انكم سورس هو ده اللي فعلا هيكون مفيد ليك. اغلب الناس للاسف، والثقافه دي منتشره عندنا كمان بشكل كبير، اغلب الناس بتركز طول حياتها على ان هي تبني وان انكم سورس بدل ما يكون عندها مالتيبل انكم سورسز. بتعيش بالسياسه بتاعت السنجل بوينت اوف فيلير، اللي هو لو فعلا الحاجه دي اتضربت هو للاسف الشديد احواله هتتدمر خالص. ودي الفكره اللي انا من يوم ما اتخرجت، ويمكن كمان من قبل ما اتخرج وانا بحاول احاربها. بمعنى ان انا اي وظيفه انا بكون فيها بحرص ان اللي بيدخل لي من الوظيفه دي اكون دايما بجيب قده او اكتر من مصادر بره. فعلى سبيل المثال مثلا 2025 كانت بالنسبه لي سنه اشتغلت فيها في شركه وانتقلت من شركه لشركه. يعني قعدت 7 شهور من 2025 شغال في سكالا كانت شركه بنقدم فيها بي تو بي ليد جنريشن، وكنت ماسك الاوبريشنز مانجمنت في سكالا. قعدت 7 شهور من 2025 فيها، وبعد كده نروح صحي، وبعد كده نروح صحي، وبعد كده في اخر 3 شهور رحت انستا شوب في الكوميرشال تيم زي ما قلت في اول فيديو. فدول الاثنين فول تايم جوبز اللي انا كنت فيهم في 2025. ولكن بنظره سريعه كنسب مصادر الدخل لقيت ان تقريبا المعادله اللي انا قلتها بفضل الله متحققه، بتاعت ان اللي دخل لي من الفول تايم جوب سواء بيزك سالري سواء انسنتيفز سواء الاونسز، كل ده الحمد لله بيعادل حوالي من 50 ل 55% من كل اللي دخل لي في السنه اللي فاتت. طيب ايه بقى بقيه اللي دخل؟ المصادر الثانيه هي اول حاجه هي شركتي. وطبعا يعني انا ما بحبش تصعيد الامور في حته اللي هو ايه شركتي وهكذا، ولكن يعني احنا مجموعه شباب
حوالي مثلا 6 أو 7 أفراد، ساعات بنوصل ل 15 فرد، يعني حسب حجم الشغل اللي موجود في ايدينا. وبنقدم خدمات مختلفه، يعني بنعمل سوشيال ميديا ماركتنج، بنعمل فيديوز بالاي اي، بنعمل سوفت وير برودكتس، بنعمل حاجات مختلفه. ولكن مربط الفرس هنا هو ان انا بتعامل كفرد من التيم ده، مش بتعامل كصاحب الشركه. بمعنى ان ليتس سي مثلا الشهر ده بعنا باكس، والشهر اللي جاي احنا بعنا ب 10 اكس. في الحالتين انا ليا مرتب ثابت ما بيتغيرش. واحد يقول لي طب ما يا عم في الاخر ما الفلوس كلها بتخش لك انت. بس هي الفكره في ان انت بتستقبل دخول الفلوس ليك ازاي. احنا برضو عشان الثقافه بتاعه المرتب والسيفتي واحساس الامان والحاجات دي متاصله في دمنا للاسف، وعشان تتخلص منها بتحتاج مجهود كبير. فانا يعتبر بدي نفسي اللي هو ايه جرعه الاحساس بالامان بتاع انا داخل لي كذا اخر الشهر من هنا، وداخل لي كذا من هنا بشكل واضح. فبيبقى الموضوع بالنسبه لي انا مرتاح اكتر. خلينا هنكمل كلام على امبليفاي بعد كده. امبليفاي هي اللي هي الشركه بتاعتنا يعني. ودلوقتي نروح على المصدر الثالث، الا وهو غير بقى الفول تايم وامبليفاي. المصدر الثالث هو ابورك. كان من اكبر الاستثمارات اللي انا عملتها في حياتي ان انا دخلت ابورك من حوالي 6 سنين. النهارده انا توب ريتد فريلانسر على ابورك. كنت بعمل خدمات لنوشن وبيلدينج ديجيتال سيستمز وهكذا. كنت عملت فيديو من اسبوعين بتكلم عن كورس نوشن وان هو بقى مجانا وهكذا، لو يعني حابب تتعلمه. فاغلب البورتفوليو بتاعي على ابورك هو مربوط بخدمات نوشن. ولكن الفتره دي بحاول بقى ان انا اعمل شيفتنج، وطبعا الشيفتنج ده بيبقى صعب شويه لان عملت شيفتنج من فتره وخليته موجه ناحيه البي تو بي ماركتنج سيرفيسز. ودلوقتي بعمل شيفتنج بقى ناحيه ايه الاي اي سيرفيسز والديتا اناليتكس والبزنس اناليتكس وهكذا. فطبعا ده واخد مني شويه مجهود. طيب دول كده الثلاثه سورسز الاساسيين. هل في حاجه غيرهم؟ يعني انا كنت مريت بتجربه خلال 2025 ان انا دخلت في تجربه ان انا افتح كافيه مع شريك، جنبها كده ايه كام نحتايه تانية. خلينا نقول ان اي حاجه مثلا ما دخلكش منها اكتر من 20,000 جنيه في السنه، هي يعني نطلق عليها ان هي نحتايه، يعني انت حاجه ايه بتصرف امورك فيها. طيب خلونا بقى دلوقتي نبدا نفصص الموضوع شويه، ونبدا نتكلم على ايه الدروس اللي احنا ممكن نستفيدها، او اللي انا ممكن اشيرت معاكم بعد تحليل السنه اللي فاتت دي. اول مشكله وهي السيفتي الوهميه اللي بتيجي من السالري. طبعا لا يخفى عن اي حد فكره اللاي اوفس الرهيبه او تسريح الموظفين اللي بيحصل في كل الشركات في كل المجالات. صدقا يعني انا الموضوع ده مش بيخوفني اطلاقا، لان بفضل الله طول ما انت مؤمن ومعلق قلبك تماما ان الرزق اللي بيجي لك هو بايد ربنا سبحانه وتعالى، مش هتبقى خايف من حاجه ان هي تحصل لك، لان انت مؤمن ان كده كده هو رزقك في ايد ربنا. والثقافه اللي هي مشبعه بالجهل بتاعت قطع العيش، او ان انت حد يقدر يقطع عيشك او وات ايفر، ما حدش اصلا في الدنيا بيملك عيشك عشان يقطعه يعني. فكان لازم في وسط الظروف دي كلها وفي وسط كل ده ان انت تكون راجل عندك من الفطنه ما يكفي ان انت ما تسيبش نفسك ابدا معتمد على حاجه مهما بدت الحاجه دي في ظاهرها او في وقتها الحالي ان هي فيها استدامه او ان هي ثابته او ان هي امان او وات ايفر. للاسف الشديد انت لا تامن اي حاجه تحصل. ومش معنى ان احنا قلنا ان انت رزقك بايد ربنا ان انت بتعتمد على حاجه واحده وخلاص الموضوع انتهى، ما انا رزقي بايد ربنا وهيجي لي. يعني ده لا ينفي اطلاقا فكره ان انت تبقى بتسعى وبتعمل ما في وسعك، ان الموضوع لو باب اتقفل فستيل انا بتوفيق ربنا عندي باب تاني وتالت ورابع هم شغالين، وانا مش حاسس بازمه بسبب ان باب منهم اتقفل. طب هل معنى ان انا بقول لك ان السالري ده سايكولوجيكال تراب ان انا مثلا حتى الان مش معتمد على السالري؟ لا، هو الموضوع انا لسه مثلا ما اخدتش قرار ان انا والله توتالي فري وان انا مش هعتمد على السالري. ولكن انا بصراحه بحب اتعامل مع الموضوع بذكاء شويه، الا وهو ان انا ازاي استخدم الفلوس اللي بتجيلي من السالري كليفرج ان انا اقدر ابني الحاجه اللي بره الفول تايم او البيزك سالري. فالنهارده بقى المرتب اللي بيدخل لي من شركتي هو مش معناه ان انا اكفي احتياجاتي الاساسيه، لا، هو معناه ان انا ببني السايد هاسل او الفينشر الاخرى وانا مرتاح وانا بالي رايق، وممكن استخدم فلوس من هنا عشان اكبر حاجه هنا، او استخدمها عشان اجيب سيرفيس معينه او اجيب سبسكريبشن معين او وات ايفر عشان اكبر الحاجه الثانيه دي. خصوصا ان زي ما اتكلمنا الفيديو اللي فات ان انا مثلا ايه اقحمت نفسي
في مسؤوليات كتيره في وقت مبكر من العمر، فبقيت مثلا ممكن لسه ببني او لسه في اول كاريري، وفي نفس الوقت انا متجوز، فجواز معناه مسؤوليات، معناه بيت، معناه ولاد وانت عارف كل اللي حوالين ده. فبقى الموضوع بالنسبه لك مش رفاهيه قوي ان انت تقدر تجازف بسهوله. يعني يمكن انا ببقى مبسوط دلوقتي ان واحد شاب بيتخرج ويقرر ان هو يقول لك لا انا مثلا مش هشتغل فول تايم، انا هبدا ابني ماي اون ساس برودكت، ماي اون ايجنسي، وات ايفر هو بيحاول يعمل ايه. ما عنديش مشكله مع ده، بس انا شايف ان الفول تايم في الاول بتفيدك ان انت مش هقول بتجرب في فلوس الناس، لان الموضوع مش محض تجربه ان انت فلوس الناس لعبه، ولكن انت بيبقى في حد واثق فيك ان هو يديك فلوس معينه قصاد خدمه هياخدها منك، فانت بتبدا تعلي وتطور من مهاراتك مع الحد ده في نفس الوقت اللي انت بتاخد فيه فلوس، عشان خاطر لو انت في دماغك حاجه تانية بره فعلا تقدر تعملها. من الدروس المهمه جدا برضو في موضوع ابورك الا وهو ابورك كمنصه، معظم العملاء اللي عليها هم مش عرب ومعظمهم امريكان او اوروبيين او وات ايفر، فده بيدي لك الليفرج بتاع ان انت السكيل بتاعتك اللي انت ممكن تبيعها هنا فور اكزامبل الساعه بجنيه، هناك الساعه هتكون ب5 جنيه. طبعا زي ما انت عارف ان منصه زي ابورك هي واحده من اصعب المنصات بالنسبه لك كفريلانسر. ليه؟ لان اولا انت الباد ريفيو لو انت قصرت او انت ما كنتش قد الشغلانه انت داخلها، للاسف الشديد هو هيعمل في بروفايلك البدع. وبالتالي ابورك كان بالنسبه لي بمثابه زي جيش كده، اللي هو لما بيجي لي بروجكت على ابورك او بقدر ان انا اكواير بروجكت، بيبقى الموضوع بالنسبه لي حياه او موت. طبعا من اهم الدروس اللي حصلت في ابورك السنه اللي فاتت ان الفلوس اللي بتدخل لي منه زادت بحوالي نسبه 300% في السنه اللي فاتت عن اللي قبلها. وده لو هنقول ان هو راجع لشيء فهو يعني فضل ربنا سبحانه وتعالى، زائد كل ما انت مهاراتك بتزيد كل ما سعرك بيعلى، وكل ما بتقدر تحط اور ريت اعلى شويه لنفسك، وبدات افهم انه لا السعر مش مناط منافسه طول ما انت اللي بتقدمه فعلا مميز. وطبعا الفريلانسر الشاطر بيخلي منك ايجنسي اونر شاطر، وبيخلي منك موظف شاطر، لان انت كل ما اتعودت تلتزم كفريلانسر وتقدم للعميل الحاجه اللي انت وعدته بيها، وكل ده ما بيرفلكت عليك وعلى شخصيتك سواء في الفول تايم او السايد فينشر اللي انت بتحاول تعمله. طبعا الارقام اللي انا قلتها لك او النسب اللي انا قلتها لك في الاول هي على اعتبار ان انا شركتي بيطلع لي منها سالري. طيب والبروفيتس بتاعت الشركه او بقى اللي هو الارباح بتاعت الشركه اخر السنه اللي فاتت مثلا انا ما اخدتش الارباح خالص، فالبروفيتس بتاعتي من شركتي هي صفر في الماني تراكنج بتاعي، وده لاني قررت ان انا اعيد استثمارها وادخلها في اللوب تاني جوه الشركه، وان انا اكتفي فقط بالسالري بتاعي اللي طلع لي، والفلوس التانيه تروح هي تشغل الشغل بقى. وبصراحه المبدا ده يمكن يكون مربوط شويه بالانستنت والديليد جراتيفيكيشن، ان انت ما يبقاش الموضوع عندك اشباع لحظي، اللي هو انا النهارده جات لي فريلانسايه، فليتس سي مثلا لو انت بيدخل لك في الشهر 10 جنيه وجات لك فريلانسايه ب 100 جنيه، ما يبقاش الموضوع بالنسبه لك انستنت جراتيفيكيشن اللي هو انا جات لي 100 جنيه فتبدا ان انت تنفليت اللايف ستايل بتاعك وتبدا تدخل نفسك في حاجات انت مش قدها وهكذا. يمكن عمليه ضبط النفس اللي انا عاملها في حته ان فلوس الشركه هي فلوس الشركه وفلوسي هو السالري بيطلع لي وهو ده على الورق اللي بيدخل لي، ده مخليني شويه مش بانفليت بشكل مرعب في اللايف ستايل او في حياتي، ومخليني مبالانس شويه ما بين ان انا الارقام برضو يا جماعه بيني وبينكم يعني على الورق بتخض. يعني لما تلاقي انت سي مثلا دخلك في شهر معين ضعفين او 3 اضعاف او 5 اضعاف اللي انت متعود عليه بيدخل لك، ده بيعمل لك كده حاجه لو انت مش متزن في التعامل مع الفلوس للاسف ممكن يكون تاثيره عليك تاثير وحش، ويعمل امبليفيكيشن جواك لعادات ماليه خاطئه. يعني انا دايما مقتنع ان انا عشان اقتنع ان دخلي ده هو دخلي فعلا لازم اكون كونسيستنت عليه اتليست 6 شهور. مثلا الشغلانه اللي جت بدل ما انت بيدخل لك 5 جنيه كل شهر دخل لك 10 جنيه، فانت ما بقاش دخلك 10 جنيه، انت لازم ال 10 جنيه دي تستمر 6 شهور عشان خاطر تقدر تعتبرها ان والله ده دخلي وده العادي بتاعي وقشطه اتس اوكي. يعني في النهايه اللي عايز اقوله لك برضو ان كل انكم ستريم من دول هو ما بداش از ان هو فرصه قد ما هو بدا از سكيل. لو ربنا بفضل الله ما كانش اداني مثلا مهاره معينه انا قادر اعملها، ما كنتش هقدر ابني على المهاره دي انكم شانل تقدر تدخل لي منها فلوس. فايه اللي انت ممكن تستفيده من ده؟ هو مش فكره ان انت بكره تخش على ابورك وتقعد تحفرك عليه، او ان انت تروح تعمل اللي هو ايه السوشيال ميديا بتجيب فلوس فانا اروح اعمل سوشيال ميديا او وات ايفر. لا، الفكره ان انت هاو تو اكواير السكيل اللي انت بكره تقدر تبيلد اب عليها وتجيب منها الفلوس وتفتح منها الانكم تشانل بطريقتك. انا النهارده مثلا عملت الانكم تشانل بتاعتي از ان ايجنسي موديل، انت ممكن بكره تعمله كساس موديل او كموبايل اب موديل. الفكره كلها مش في الباكجنج بتاع البيعه قد ما الفكره كلها
هل انت عندك السكيل دي وقادر فعلا ان انت تبني عليها، ولا الموضوع بالنسبه لك بومبو مرجيح؟ بنسموها كده بالبلدي اللي هو ايه، انت فهلاوي يعني او بتصيع، يعني انت بتبين ان انت عندك الحاجه بس في الاصل انت اصلا فاضي، يعني انت ما جواكش حاجه نقدر نطلع منها فاليو حقيقيه سواء لشركه او لفريلانس او وات ايفر يعني. وبرده درس تاني من الحاجات اللي انا عايز اقولها لك، ان انا كل سنه ليتس سي مثلا بقعد مع نفسي في اول السنه وبتعامل مع نفسي كان انا شركه، بحط لي تارجتس. سي احنا جبنا السنه اللي فاتت اكس، طيب ليتس ايم السنه دي ان احنا نجيب اكس بلس 20%، اكس بلس 30%. ايه الهدف من ده؟ الهدف من ده ان انت بتعود نفسك ان انت تكون بروفيشنال مع نفسك في الفلوس، زائد ان هو بيخلي سقفك غير محدود. يعني ليتس سي لو الوظيفه او الحاجه الاساسيه اللي انت بتعملها في شغلك ما كفتش ان انت تزيد ال 20 30% اللي احنا قلنا عليها، فساعتها انت بتشوف طب ايه السكيل اللي انا اقدر ادخلها للتول بوكس بتاعي وللسكيلز بتاعتي، بحيث ان انا اقدر احقق الفاينانشال تارجتس اللي انا حطيتها لنفسي دي. وبالتالي ده ياكد لنا ان مفيش حاجه باسيف انكم ممكن تحصل لك في الاول، لان الناس برضو دلوقتي بتجري ناحيه انا عايز احقق باسيف انكم، انا عايز الفلوس ترن وانا شغال او وانا نايم في البيت. كل ده عمره ما بيجي بشورت كاتس وعمره ما بيجي بسرعه، لازم انت يكون عندك فاونديشن كويس قادر تبني عليه، او ان انت تكون يعني راجل وارث وكل اللي انا بقوله بالنسبه لك ده يعني في الزباله، ما تشغلش بالك بيه خالص. يعني انا بتكلم الناس اللي هي ايه بيقولوا عليه العصامي، يعني او اللي هو بيحاول يبني حاجه فروم سكراتش من غير ما يكون في اي مساعدات داخله من البدايه تقومه يعني. بس كده. واخيرا يعني احنا اتكلمنا الفيديو ده عن الانكم، ما اتكلمناش عن الاكسبنسز، ما اتكلمناش بقى عن الصرف وازاي تبقى بتصرف. طب انا صرفت فلوسي في ايه؟ طب هل في حاجات الفلوس ضاعت فيها؟ طب هل ازاي تقفل الحنفيه في حاجات معينه وازاي تكنترول حاجات تانية؟ احنا النهارده اتكلمنا بس على الانكم، فممكن ان شاء الله في فيديوهات جايه نبقى نتكلم عن الصرف بقى وهكذا. شكرا ليك على وقتك. لو في اي سؤال في بالك انا ما وضحتوش ممكن تكتبه في الكومنتس او تبعته لي على السوشيال ميديا تشانلز بتاعتي، هتلاقيها في الديسكربشن. ذاتس ات النهارده، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد الاسبوع اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.